لكل سرور. فالله سبحانه وتعالى خلق كل الأشياء، لكنه فضل أشياء على أخرى. خلق الله أيام الأسبوع وفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام، وخلق جميع البشر يفضل الرسل والأنبياء على سائر البشر، وخلق كل الأشهر وفضل شهر رمضان على باقي الأشهر، وذلك راجع لأسباب عدة نذكر منها نزول القرآن فيه لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله. شهر رمضان فيه أعظم ليلة وهي ليلة القدر، والتي تساوي عبادتها عبادة 1000 شهر. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كلما اقترب شهر رمضان كان يجمع الصحابة ويقول لهم: إذا جاءكم رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية أخرى يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني من صام رمضان واجتهد في القرآن وصلى صلوات في وقتها يغفر له ذنوبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوات 5 وجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان وكفارات لما بينهن وباجتناب الكبائر. يجب علينا أن نقدر رمضان ونعظمه من خلال العبادة والصيام والصلاة. فلا يجب أن يكون رمضان شهر القرآن ونحن لا نقرأ القرآن، ولا يجب أن يكون شهر رمضان شهر العبادة ونحن لا نؤدي الصلاة ولا نتصدق ولا نقوم بأعمال تقربنا إلى الله كصلة الرحم والعطف على الفقراء والمساكين. هذا يجب أن نعرف أن شهر رمضان له منزلة كبيرة عند الله والثواب فيه مضاعف. Ramadan is the most important month in the Islamic calendar. It's the month in which the first verses on the Quran were revealed to the Prophet Muhammad. During Ramadan, Muslims around the world fast from sunrise to sunset. Ramadan is a month of spiritual reflection, self-improvement, and devotion to Allah. Fasting during Ramadan is an important act of worship that teaches self-discipline, empathy, and spiritual awareness. It's a time to strengthen family and community ties and to seek forgiveness for one's sins. Activities to gain merit during Ramadan. Perform daily prayers without fail. Prayer is the most important form of worship in Islam. Reading Quran, Tarawih in congregation, Breaking the fast in time. help others in need. Don't forget zakat. Ramadan Mubarak to you and your loved ones. May the celebration of the fasting month bring happiness and joy in your life. May Allah bring you all the inspiration in life and motivate you to achieve all your goals.